بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله هنكمل ليسون 1 اللي بدأنا الحلقة اللي فاتت. فاكرين كان بيتكلم عن ايه؟ ليسون 1 كان بيتكلم عن celestial bodies اللي هي الاجسام او الاجرام السماوية. طبعا في الحلقة اللي فاتت خدنا الستارز النجوم، وخدنا الجالاكسيز اللي هي المجرات، وكمان بدأنا في السولار سيستم واخدنا البلانيتس اللي هي الكواكب. بس في الحقيقة لسه كلامنا عن البلانيتس مخلص، وهنكمل النهارده الجزء اللي باقي من البلانيتس وبقيه السيليستيال باديز الاخرى او الاجسام السماويه الاخرى. ليتس جو يا شباب، يلا بينا نبدا حلقه النهارده. احنا اتفقنا يا شباب ان البلانيتس عندنا كلها ريفولف اراوند ذا سان، بتلف حوالين الشمس، بس are divided into two groups، متقسمه مجموعتين according to their distances from the sun، على حسب المسافات ما بينهم وما بين الشمس قد ايه. طيب الجروب الاولاني small او inner planets، جروب اللي هو مجموعة الكواكب الصغيرة او مجموعة الكواكب الداخلية اللي هم ادي 1 2 3 4 ميركوري فينوس ايرث مارس. الاربعة اللي جوه دول اسمهم small planets group او inner planets group. تمام كده؟ وعندنا البيج بلانيتس جروب او الاوتر بلانيتس جروب، مجموعة الكواكب الكبيرة او مجموعة الكواكب الخارجية اللي هم ادي 1 2 3 4 جوبيتر ساترن يورانوس نبتون. صح كده؟ تعال نشوف بقى ايه الديفرنسز، ايه هي الاختلافات ما بينهم. هنلاقي ان السمول او الانر بلانيتس they are the nearest 4 planets to the sun، اقرب 4 كواكب للشمس. يبقى البيج planets هما they are the farthest 4 planets to the sun، أبعد 4 كواكب عن الشمس. طب الارينجمنت الترتيب ميركوري فينوس ايرث مارس، وهنا جوبيتر ساترن يورانوس نبتون. طب بالنسبة للسايز الحجم، الانر او السمول بلانيتس هي جاية من اسمهم سمول بلانيتس لأنهم سمول بوديز، أجسام صغيرة. أما الاوتر بلانيتس جروب مجموعة الكواكب الخارجية بيج بوديز، دي اجسام كبيرة، عشان كده سموها الجاينت بلانيتس، الكواكب العملاقة. طب بالنسبة للنيتشر، طبيعة الكواكب دي ودي، السمول او الانر بلانيتس جروب بتكون روكي يعني صخرية، يعني عندها السوليد سيرفيس، السطح بتاعها صلب. اما الاوتر بلانيتس جروب فدي جازيوس بوديز، اجسام غازية مكونة من غازات زي الهيدروجين والهيليوم. طب بالنسبة للأتموسفير الغلاف الجوي، السمول بلانيتس all of them have atmosphere، كلهم عندهم غلاف جوي except الميركوري. ميركوري هو الوحيد اللي ما عندوش atmosphere. أما الأوتر بلانيتس all of them have an atmosphere، كلهم عندهم atmosphere. طب بالنسبة للدينستي، الكثافة بتاعت كل كوكب، قال لي الانر بلانيتس الدينستيز بتاعتهم هاي، يعني كثافتهم عالية and ranging from، بتتراوح ما بين 3.3 to 5.5 جرام per cubic centimeter. طب ليه الدينستيز بتاعتهم هاي؟ because they are consists of solid bodies، لأنها مكونة من أجسام صلبة. طيب تعالى هنا على الأوتر، هتلاقي إن الدينستيز بتاعتهم low يعني إيه؟ قليلة and ranging from، وبتتراوح ما بين 0.7 to 1.3 جرام per cubic centimeter. طب ليه الدينستيز بتاعتهم الكثافة بتاعتهم قليلة؟ because they consist of gaseous elements، لأنها بتتكون من عناصر غازية. اتفقنا؟ بالنسبة للنمبر of moons، عدد الأقمار، قال لي الانر planets they have a few numbers of moons، عندها أعداد قليلة من الأقمار except الميركوري والفينوس have no moons. ميركوري وفينوس الاتنين دول ما عندهمش أقمار أصلا. أما البيج او الاوتر بلانيتس they have large number of moons، عندهم اعداد كبيره من الاقمار. اتفقنا كده؟ يا ريت التيبل ده يتحفظ كويس جدا وتعرف الديفرنسز، الاختلافات اللي ما بينهم. اتفقنا؟ طيب تعالى نشوف الجيف ريزون ده. بيقول لي the presence of hydrogen gas in a solidified state، يعني وجود غاز الهيدروجين في الحاله الصلبه on the surface of outer planets، على سطح الكواكب الخارجيه due to the high pressure، بسبب الضغط العالي اللي بتتعرض ليه الكواكب دي and extreme coldness، والبرودة الشديدة on the surfaces of these planets، اللي موجودة على أسطح الكواكب دي. بما إنها بعيدة عن الشمس فالبرودة فيها بتكون شديدة، فالغاز بيتجمد ويبقى موجود في السوليديفايد ستيت
اللي هي الحالة الصلبة. بيقول لي the differences of gravity force on planet's surface. طب بالنسبة لاختلاف الجاذبية على أسطح الكواكب دي، إسحاق نيوتن was the first scientist discovered the Earth's gravity force. هو أول واحد اكتشف الجاذبية الأرضية. Then he proved that وأثبت إن there is an force of gravity في قوة جاذبية attraction force between two any object ما بين أي جسمين in the space في الفضاء، وإن الاتراكشن فورس دي depends on بتعتمد على الماس of each object كتلة كل جسم والديستانس between them والمسافة اللي ما بينهم. يعني قوة الجاذبية ما بين أي جسمين في الفضاء بتعتمد على الماس بتاع كل واحد فيهم والديستانس اللي ما بينهم، المسافة اللي ما بينهم. وإن الفورس of gravity قوة الجاذبية دي differs from planet to another بتختلف من كوكب لكوكب آخر according to the differences in its mass على حسب اختلافهم في الكتلة. where the force of gravity increases حيث أن قوة الجاذبية دي بتزيد by increasing the mass of planet بزيادة كتلة الكوكب and vice versa والعكس صحيح. اتفقنا يا شباب؟ وكمان دي الدينستيز الاكسلريشن ديو تو جرافيتي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية بالنسبة لكل كوكب. طبعا الميجرنج يونت بتاعتها هي متر بير سكند سكوير، وهتلاقيها إن هي أعلى حاجة جوبيتر، بعد كده نبتون، بعد كده ايرس، ساترن، فينوس، يورانوس، ميركوري، مارس. هتلاقي ان الاكسلريشن ديو تو جرافيتي بتقل معاك وانت ماشي من الرايت للليفت. اتفقنا؟ بس الارقام دي مش بتبقى حفظ يا شباب. بيقول لي give reason the gravity on the earth's surface is larger than on the Mars surface. ليه الجاذبية على كوكب الارض اكبر من الجاذبية اللي على كوكب المريخ؟ اقول له because the mass of the earth لان كتلة كوكب الارض is larger than the mass of Mars planet اكبر من كتلة كوكب المريخ. قال لي خد بالك بقى من النوتس دي ان الاكسلريشن due to gravity is the largest بتكون اكبر ما يمكن، يعني عجلة الجاذبية الارضية اكبر ما يمكن على جوبيتر and least وبتكون اقل ما يمكن on Mars على كوكب المريخ. وان الإيرث has the largest gravity on its surface in the inner planets يعني كوكب الأرض عنده أكبر جاذبية لو جيت قارنته بالأربع كواكب الداخليين. الثلاث كواكب التانيين اللي موجودين معاه هو أكتر واحد فيهم عنده gravity، عنده جاذبية. تمام يا شباب؟ لحد هنا فاهمين؟ في حد عنده مشكلة؟ نكمل؟ نكمل. طيب تعالوا بقى نبدأ في المونز، في الأقمار، ونشوف هنعرف عنها إيه. تعالوا بينا كده يا شباب نكتب الديفينيشن بتاع المونز الأول. يعني إيه أقمار؟ قال لي they are small planets أو satellites، هي كواكب صغيرة بيعتبروها كأنها كواكب صغيرة that are affected by the gravity of the larger planets وبتتأثر بالجاذبية بتاعت الكواكب الأكبر and rotate around them وبتدور حواليها. يعني المونز rotate around the planets بتلف حوالين الكواكب. وكمان ما ننساش ان المونز opaque object يعني جسم معتم. جسم ايه؟ معتم. امال بيبان منور ليه؟ عشان هو ريفلكت السن لايت، بيعكس ضوء الشمس. قال لي as in the case of the moon which is the satellite of the earth، يعني وفي الحالة دي هنتكلم عن القمر اللي هو بتاع كوكب الأرض. أما أجي أقول لك the moon القمر، قصدي على القمر بتاع كوكب الأرض، وبيتقال عليه satellite of earth اللي هو القمر بتاع كوكب الأرض. اتفقنا؟ يقول لك give reason the moon is considered the follower of earth planet، يعني القمر تابع لكوكب الأرض. ليه؟ هقوله because the moon rotates around the earth planet and it is affected by its gravity، لأن القمر بيدور حوالين كوكب الأرض وبيتأثر بالجاذبية بتاعت كوكب الأرض، فهو تابع لكوكب الأرض، بيمشي وراه يعني. تمام كده؟ كمان بالنسبة للنمبرز اوف مون او النمبر اوف مونز سوري، عدد الاقمار، هتلاقي ان ميركوري وفينوس ما عندهمش، ايرث عندنا قمر واحد، مارس عنده 2، جوبيتر 62، ساترن عنده 60، يورانوس عنده 27، نبتون عنده 12. اتفقنا يا شباب؟ ده عدد الاقمار اللي موجود في كل بلانيت، في كل كوكب. طب تعالى نتكلم عن الاسترويدز اللي هي الكويكبات، حاجه اصغر من الكوكب كده. قال لي they are thousands of different sized rocky masses، يعني هي آلاف من الكتل الصخرية مختلفة الحجم that rotate around the sun اللي بتدور حوالين الشمس
in a certain region في منطقة معينة اسمها the belt of wanderer asteroids اللي هو حزام الكويكبات. طب الحزام ده موجود فين؟ قال لي which lays between the orbits of Mars and Jupiter بتقع ما بين المدار بتاع كوكب المريخ وكوكب جوبيتر اللي هو المشتري، صح كده؟ يعني الحزام ده بيفصل المجموعتين بتوع الكواكب عن بعض اللي هم الانر جروب والاوتر جروب، ما بين المجموعة الخارجية والمجموعة الداخلية، صح كده؟ طيب مين هو الاسترويدز؟ قال لي they are rocky celestial bodies هي أجرام سماوية صخرية rotate around the sun بتدور حوالين الشمس in a region في منطقة اسمها the belt of wanderer asteroids اللي هو حزام الكويكبات. اتفقنا كده؟ طيب مين هو البيلت اوف وندر استرويدز؟ ايه هو حزام الكويكبات دوت؟ قال لي it is the region هي المنطقة separates اللي بتفصل the group of inner planets from that of outer planets اللي بتفصل مجموعة الكواكب الداخلية عن مجموعة الكواكب الخارجية وبتكون ما بين المارس والجوبيتر. تمام كده؟ في المنطقة دي كده بالذات. شوف كده اهي ادي الحزام هنا اهو، وادي الاربع كواكب اللي جوه وادي الاربع كواكب اللي بره. اتفقنا؟ بيقول لي some of these rocky masses بعض هذه الكتل الصخرية may emerge from their orbits ممكن تخرج من المدار اللي هي بتدور فيه around the sun and swim in the space وتسبح في الفضاء، تدور في الفضاء بقى بعيد عن الحزام ده. but some of them penetrate the Earth's atmosphere ولكن بعضهم يمكنه اختراق الغلاف الجوي in the form of meteors or meteorites على شكل شهب أو نيازك. تمام؟ meteors or meteorites اللي هم الشهب والنيازك، يعني الكتل الصخرية دي لو خرجت من الأوربت اللي هي بتدور فيه ودخلت الغلاف الجوي بتاع الأرض هتدخل لنا على شكل meteors and meteorites اللي هو شهب ونيازك. طب مين هي الميتورز؟ قال لي they are small rocky masses هي كتل صخرية صغيرة that burn up completely بتحترق بالكامل when fall within the atmosphere of the earth لما بتسقط في الغلاف الجوي بتاع الأرض due to بسبب the heat produced from their friction with air بسبب الحرارة اللي بتنتج من احتكاكها مع الهواء بتاع الغلاف الجوي بتاعنا and they can be seen ويمكن رؤيتها as luminous arrows على شكل أسهم مضيئة by the naked eye بالعين المجردة. يعني ممكن فجأة كده وانت باصص في السماء تلاقي زي خط نور ظهر واختفى، ده بيبقى ميترز شهب اسمه شهاب، والشهاب دوت بيبقى روكي ماس small روكي ماسز كتل صخرية صغيرة burn up completely بتحترق بالكامل قبل ما تدخل الغلاف الجوي بتاعنا او قبل ما توصل لنا يعني على الاير سيرفيس على سطح كوكب الارض. give reason sometimes في بعض الاحيان we see some luminous lines تشوف بعض الخطوط المضيئة in the sky at clear nights في وقت الليل او في فترة الليل أو due to the burning of small rocky masses بسبب احتراق الكتل الصخرية الصغيرة when they penetrate اللي بتخترق الإيرث atmosphere الغلاف الجوي بتاع الأرض as a result of نتيجة الهيت produced الحرارة الناتجة من الفريكشن بتاعهم مع الإير اللي موجود في الغلاف الجوي بتاعنا. اتفقنا كده يا شباب؟ طيب بالنسبة للميتوريتيز اللي هي النيازك قال لي they are large rocky masses دي كتل صخرية كبيرة that don't burn completely لا تحترق بالكامل when they penetrate the atmosphere لما بتخترق الغلاف الجوي بتاع كوكب الأرض طبعا and the remaining part طب هي ما اتحرقتش كلها الجزء المتبقي remaining part الجزء الباقي ده هيعمل ايه؟ قال لي the remaining part of them الجزء المتبقي منهم without burning بدون احتراق fall on the earth's surface بيسقط على سطح الأرض. تمام؟ فجأة تلاقي صخرة وقعت عليك من السماء. وإن البيجست ميتوريتي أكبر نيزك till now لحد دلوقتي is a mass of 80 tons. أكبر نيزك وقع من السماء على كوكب الأرض بتاعنا كان كتلته 80 طن and exists at the southern west of Africa وموجود في جنوب شرق أفريقيا. تمام كده؟ سوري جنوب غرب ساوثرن ويست جنوب غرب أفريقيا. اتفقنا كده؟ وده شكله ده كان أكبر نيزك وقع من السماء على كوكب الأرض. اتفقنا يا شباب؟ في حد عنده مشكلة؟ نكمل. قال لي امال ايه هو بقى الكوميتس؟ قال لي الكوميتس اللي هو المذنبات.
شايف انت الكورة دي اللي ليها ديل ده؟ شايفها؟ ده اسمه كوميت، ده مذنب. تمام؟ طيب يا شباب، هو ايه الكوميتس دي بقى؟ قال لي they are masses، هي كتل composed of rocks، مكونة من صخور، ice وتلج، and solidified gases، وغازات متجمدة أو متصلبة، that rotate around the sun، بتدور حوالين الشمس in more elongated elliptical orbits، في مدارات بيضاوية طويلة شوية زي الشكل ده كده. ده اسمه الكوميتس اوربت، المدار اللي بيلف فيه الكوميت. with the orbits of planets، مع المدارات بتاعة الكواكب. اتفقنا كده؟ يبقى تاني، مين هو الكوميتس؟ they are masses composed of rocks, ice and solidified gases rotate around the sun in more elongated elliptical orbits intersecting، والاوربت بتاعه المدار بتاعه intersecting بيتقاطع مع الاوربتس of planets بتاعة الكواكب. طيب تعال نبص كده على الاستراكشر بتاعه، هنلاقي ان ليه هيد وليه تيل، ليه راس وليه ديل. الكوميت ليه هيد وليه تيل. الهيد عبارة عن icy spheres، كرة من التلج، which are a mixture، وهي عبارة عن خليط من السوليديفايد جازز، الغازات المتصلبة زي الكربون دايوكسيد والنيتروجين والميثان، وكمان في روكي بارتس، أجزاء صخرية، وداست ووتر موليكولز، وجزيئات من الغبار والمياه. اتفقنا كده؟ أما الديل ده عبارة عن جازيوس كلاود، سحابة من الغاز. طيب مين أشهر بقى كوميت عرفناه؟ قال لي the most famous comet is هالي. أشهر مذنب عارفينه هو هالي، which was seen and studied in 1986، اللي شافوه أول مرة ودرسوه سنة 1986. and it completes one rotation around the sun، وبيكمل دورة واحدة أو لفة واحدة حوالين الشمس every 76 years، كل 76 سنة. يعني الكوميت ده عشان يلف دورة حوالين الشمس بيقعد 76 سنة يلف حوالين الشمس عشان يكمل لفة واحدة. متفقين كده يا شباب؟ أظن الدرس بتاع النهاردة سهل ولذيذ. وده شكل هالي، شكل الكوميت اللي اسمه هالي. ولحد هنا يا شباب أكون حلقتنا خلصت. استناكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، وكمان تنضموا الجروب بتاعنا على الفيسبوك. ولو لسه ما اشتركتش اعمل سبسكرايب ودوس على زرار الجرس واضغط لايك للحلقة لو عجبتك، وكمان ما تنساش تسيب لنا كومنتس بإجاباتك ورأيك في الحلقة، وتعمل شير للحلقة لكل أصحابك وقرايبك عشان يستفيدوا زي ما أنت استفدت. هتلاقوا اللينكات دي كلها يا شباب تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.